وقال انه لظروفه الصحيه الدكاتره قالوا انه ما يسافرش لامريكا، رحله طويله تؤثر على صحته. الواقع ان الكابتن محمود الخطيب تقدم باوراقه اونلاين للحصول على التاشيره الى الولايات المتحده الامريكيه، ولم يحصل عليها ببساطه شديده جدا. طبعا انا بقول كلام انا مسؤول عنه يعني. طب ليه نطلع نقول لصحتي والدكاتره؟ خلاص يعني حتى مش لازم نقول، يعني مش بالضروره رئيس النادي يسافر مع الفريق، يطلع فيها الاستاذ مرتجي، يطلع فيها اي حد من الساده الاعضاء، رئيس نادي الكابتن طارق، محمد شوقي، غيره وغيره، دول طلعوا كتير يعني. فليه انا اربط امر غير حقيقي؟ يعني السيده سفيره امريكا كانت في زياره للنادي الاهلي قبل ما يتقدم الكابتن الخطيب للحصول على تاشيره، ولكن ده سيستم في السفاره الامريكيه. ايه المشكله يا شربوك؟ وانا مش ايه ده يا راجل، انت عندك 75 سنه عيب. يا بيه عيب والله العظيم اللي انت بتعمله دوت. اللي انت عامله في نفسك ده. يا راجل بيقول لك 75 بيقول لك 77 سنه عيب. عيب على سنك. احترم نفسك بقى. احترم سنك. احترم شبتك.